اهلا بيكم من جديد في القناه بتاعتنا اللي عملناها مخصوص عشان نتكلم في المشاكل اللي بتواجهنا في جسمنا وفي شكلنا والاهم شخصيتنا. فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف هنتكلم في النهارده. زي ما قريت في العنوان هقولك على شويه حاجات هتخليك سعيد اكتر وصحتك افضل واحسن. اول حاجه لازم تخلق لنفسك جو مخصوص ليك وده اللي بنسميه المي تايم. ونصيحه من كابتن سيف، خلي المي تايم هو المورنينج روتين بتاعك. انا عن نفسي بعمل ايه؟ بصحى كل يوم الساعه 5 الفجر بيأذن، اصليه، اكل وجبه صحيه وانزل اتمرن، اخلص واخد شاور واحط شويه كريمات عشان بطول من بشرتي الفتره دي. بعد كده ابتدي شغل، اصور لكم فيديوهات سواء على التيك توك، ارد على الدي امز المهمه في الانستجرام، هسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن تحت. بعد كده ابتدي اعمل البرامج الغذائيه للكلاينتس المشتركين معايا في التدريب الاونلاين واعمل التشيك اب بتاعهم كل يوم. كل ده بيخلص اول ما الظهر يأذن، يعني بشتغل على نفسي وبعمل فلوس وكمان لسه الظهر بيأذن. كل ده والناس بتبقى لسه نايمه. من الظهر لحد بالليل اقعد اتفرج على محتوى اجنبي او عربي في تطوير النفس والتطوير انشاء المحتوى اللي انا بقدمه. وهو ده اللي انت لازم تعمله، تدي لنفسك الاولويه في اول ساعات يومك. جسمك، شكلك، شخصيتك، تطور من نفسك وعقلك، دي اولويه عمرها ما كانت اختيار. تاني حاجة معانا، اهتم باللي بيخش جسمك. بلاش شيبسي، بلاش بيبسي، بلاش صودا في العموم، بلاش سكريات من بره وحلويات، بلاش المحفزة والمسرطنة واللي والاسامي الغريبة اللي بنسمعها. كل فاكهة كتير، خضار كتير، اعمل لنفسك نظام غذائي، اهتم بصحتك. اعتبر جسمك ده زي عربية، تخلي جسمك تويوتا لو عملت بيبي فيها هتشتغل، او اعتبر جسمك فيراري خليها احسن بنزين. تالت حاجة معانا، اتمرن اتمرن اتمرن. انا مش قادر اقول لك انا استفدت قد ايه من حوار ان انا اكون شخص رياضي. جسمي بقى احسن، شكلي بقى احسن، علاقاتي بقت افضل عشان بقى عندي ثقة في نفسي اكبر. وين وين من كله. انت اول ما هتنزل وتشوف نتائج هتلاقي نفسك ادمنت الموضوع، والجيم والرياضة بالنسبة لك بقى لايف ستايل. رابع حاجة معانا، قبل ما تنام بساعتين اعمل ديجيتال ديتوكس، يعني سيب الموبايل قبل ما تنام بساعتين على الاقل. منكرش ان الموبايل بقى جزء اساسي من حياتنا، في اللي شغله عليه وفي اللي بيكسب منه فلوس، بس ده ما يمنعش اضراره للنظر وللصحة عموما. انا لبست نظارة نظر وانا عندي 7 سنين بسببه. فقبل ما تنام بساعتين سيب الموبايل وريح دماغك. خامس حاجة، اعمل كل يوم حاجة انت بتحبها. بتعمل يوجا، اعمل كل يوم يوجا ومديتيشن. بتحب الكوره، اعمل لنفسك وقت بالليل العب في كوره. بتحب الفاينانشال جيمز، حمل لعب كتير هتلاقيها على جوجل بلاي، العبها، طور من مهاراتك في الفلوس. كل يوم حاجه واحده بس انت بتحبها، واديها على الاقل نص ساعه ساعه. المهم ترضي ذاتك قبل ما تنام عشان وانت بتنام تقول عاش يا كابتن سيف انا عملت كذا. سادس حاجه، getting enough quality of sleep. لازم كل يوم تنام كويس من 6 ل 7 ساعات على الاقل. انا بعمل ايه؟ انام 10 بالليل بعد ما اصلي العشاء، اصحى 5 الصبح اصلي الفجر وابتدي يومي. الموضوع ده كويس للاستشفاء العضلي وكويس لصحتك وكويس لبشرتك، كويس من كل حاجه، وكمان بتريح دماغك من صداع بالليل. سابع حاجه وهي اهم حاجه، الصلاه. لازم تصلي. مسلم صلي ال5 فروض في وقتها، مسيحي صلي، يهودي بوذي اي حاجه صلي، او خلي الروحانيات عندك تبقى عاليه عشان ربنا يتقبل منا ويوفقنا في حياتنا في العموم. عشان لو انت مش قريب من ربنا او ربنا غضبان عليك مش هتنجح في اي حاجه، ولو عملت اللي اهتم بالروحانيات جدا عشان نفسك. ثامن واخر حاجه معانا، be well in time management. نظم وقتك على قد ما تقدر. لما تنام نظم وقتك واكتب في تو دو ليست هتعمل ايه بكره. ولو عايز نصيحه مني، حمل اب تيك تاك. الاب ده على وضعه بجد، اللي عليك انك هتخش تكتب اللي انت عايز تعمله بكره، ويبقى على شكل تاسك صغيره، كل ما تخلص تاسك تدوس عليها هيعمل صوت جميل كده يحفزك اكتر انك تخلص التاسكات دي كلها قبل ما تنام. لما انا جربت الموضوع ده شخصيا على البرودكتيفيتي بتاعتي السما. وبس كده يا سيدي، نبقى وصلنا لاخر الحلقه بتاعتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واستناني الاسبوع الجاي بحلقه جديده.